ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ جاي لكم النهارده باخبار حلوه جدا، واخبار هتفرح ناس كتيره جدا وفي نفس الوقت هتزعل ناس كتيره جدا. الصفحه الرسميه لبوت روك رابت طلعت حسمت الجدال بالنسبه للايردروب بتاعها، يعني هيعتمد على الربح بالساعه ولا هيعتمد على عدد العملات الكلي. طلعت وضحت كل ده من شويه، ده غير انها قالت اخبار حلوه جدا ان شاء الله هتفرحنا كلنا. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام، بينزل عليه اخر الاخبار والكومبوهات والشفرات لكل البوتات، وهتلاقي برضو اليوزر نيم بتاعي في التعليق المثبت في بوت التليجرام. لو عوزت اي حاجه خش كلمني، ما تتكسفش مني. وطبعا اللايك والاشتراك هنا في اليوتيوب بيدعمني جدا في صناعه المحتوى وبيخليها بالجوده اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هتكلم عن شروط التاهيل لبوت روك رابت. قبل ما نخش على الشرح يا جماعه، يا ريت تتاكد ان انت شفت الفيديو اللي فات اللي بشرح فيه ازاي تتاهل للايردروب من قبل اصلا ما القناه الرسميه تنزل. انا منزل الفيديو ده امبارح والقناه الرسميه لسه منزلها من شويه، فيا ريت الفيديو اللي فات ترجع تشوفه عشان بعلمك ازاي تدفع الرسوم. يعني لو دخلت على الخانه بتاعت الريديجابل هتلاقي نفسك خلاص مخلص كل المهام، ومن قبل ما نشوف الشرح انا متاكد ان هم يطلبوا كل المهام دي، فيا ريت تكون مخلصها كلها. فالفيديو اللي فات مهم جدا، وبالنسبه لو واقف معاك اي حاجه هتلاقي اليوزر نيم بتاع التليجرام، وان شاء الله هحاول اساعدك. ودلوقتي نخش على الشروط اللي هم منزلينها. زي ما انتم شايفين في القناه الرسميه بتاعتهم منزلين الشروط وكاتبين في اول سطر الخلاصه، يعني احنا هنجاوب على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك، وهم بالظبط 6 اسئله، والمنشور ده نازل الساعه 10:30. فخلينا ناخد الرساله دي كوبي ونروح نشرحها بالتفصيل الممل. اول سطر مكتوب فيه توضيح الاسئله حول عمليه الانزال الجوي للروك رابت. مكتوب مجتمع روك رابت العزيز، وقد تلقينا العديد من الاسئله بخصوص عمليه الانزال الجوي. وطبعا الاسئله دي بقى لها شهور الناس بتسالها، يعني فكتر خيرهم اللي هم طلعوا يردوا دلوقتي. اول سؤال بيقول لك انت هتاخد قد ايه من الانزال الجوي؟ قال لك يعتمد الامر على اجمالي ارباحك. يعني ده معناه مش هيعتمد على الربح في الساعه بالظبط كده، هيعتمد على اجمالي الارباح، او بالظبط اللي اسمها توتال ايرنت، هتلاقوها بالظبط جنب كلمه الربح في الساعه. وفي حاجه ممكن تفرحكم، بيقول لك ولكن اذا بدات اللعبه اليوم، يعني لو بدات من البوتو النهارده، ستتلقى ما يعادل 1 طن، والواحد طن دلوقتي عامل $5.5 واكتر شويه يا جمال. طب ده بالنسبه لواحد لسه بادئ النهارده هياخد بالظبط $5. طب بالنسبه لواحد بادئ بقاله شهور هياخد قد ايه؟ ان شاء الله الجمله دي يكون وراها حاجات كتيره جدا تفرحنا، وباذن الله الربح بتاع البوت ده يعوضنا عن كاتزن. فالجمله دي زي ما قلت لكم وراها حاجات كتيره جدا مخفيه يعني. تاني سؤال بيقول لك لماذا تجمعون رسوم الشبكه؟ بيقول لك نحن نجمع رسوم الشبكه الان بسبب الزحام المتوقع على شبكه تون، وده طبعا منطقي جدا. يعني امبارح عشان اعمل الفيديو اللي انا دفعت فيه الرسوم قعدت فيه مش اقل من 3 ساعات، 3 ساعات تصوير بس، عشان كل شويه الشبكه تفتح وتقفل تفتح وتقفل تفتح وتقفل، ويوم اصلا ما تفتح تبقى الشبكه مزدحمه، يعني تيجي تحول الفلوس ممكن تجيلك بعدها بساعه. فالحركه دي حلوه منهم، يعني سايبين تقريبا اسبوع على دفع الرسوم عشان في خلال اسبوع كل اللاعبين يدفعوا الرسوم بتاعتهم. وده طبعا شيء جميل جدا، لان لو جينا كلنا ندفع الرسوم في يوم واحد، اولا الشبكه كده مش هتفتح خالص. ليه بقى؟ الشبكه اصلا في الايام العاديه بتبقى مزدحمه وبتقفل فتره كبيره جدا، فلما نيجي كلنا في يوم نسحب في وقت واحد، ما هو طبيعي ما نقدرش نسحب. فدي حركه كويسه منهم. فهنا بيقول لك ماذا يحدث اذا لم اكمل المهام الاهليه؟ يعني في معناه لو ما عملتش المهمات اللي نزلت امبارح دي انا ايه نظامي؟ مكتوب هنا سيتم حرق رموزك. بيقول لك اذا لم تكتمل المهام اليوميه فسيتم حرق رموزك، يعني من الاخر مش هتبقى مؤهل للايردروب، فلازم تدفع. يعني لازم تدفع. زي ما قلت لكم الخبر ده ممكن يكون محزن للدول المحظوره اللي مش عارفه اصلا تشحن الرسوم، وانا والله لحد النهارده بحاول اشوف طريقه بحيث اقدر اساعدهم بيها، لان انا برضه راس مالي صغير جدا زي ما انتم عارفين، لسه مبتدئ في المجال وكده يعني. فانا اكيد لو شفت طريقه مش هتاخر عليهم بيها، لكن الطريقه بتاعت امبارح اكيد هتساعدهم. هي الفكره كلها بس في المنصه اللي انا شرحتها امبارح، المنصه دي يقدر يحولوا بيها لتون كيبر او اي حته هم عايزينها، دي بس الفكره كلها. السؤال الرابع بيقول لك ليه من كل الانضمام لقناه التليجرام ماذا يجب ان افعل؟ عشان كانت من الشروط ان انت تنضم لقناه التليجرام بتاعتهم، كان من وسط ال3 شروط. لكن طبعا في ناس اصلا مش عارفين ينضموا، بيحصل لهم مشاكل في الانضمام وساعات اصلا ما بيخلوش ينضموا خالص، فهم طلعوا قالوا خلاص دي هتبقى مهمه اختياريه، يعني عملتها عملتها ما عملتهاش خلاص. وده طبعا شيء يحترم منهم جدا. السؤال الخامس بيقول لك ايه مصير البوت بعد الانزال الجوي؟ طبعا احنا مالناش دعوه بالسؤال الخامس دون، لان كلنا بعد البوت هنوقفه، فمن غير ما نقراه يعني. السؤال السادس فيه معناه انت هتستلم ارباحك امتى؟ قال لك انت هتاخد 50% من ارباحك يوم التي جي اي او يوم الايردروب، وبيقول لك هتاخد ال 50% التاني خلال الخمس شهور الجايين، بيقول لك من خلال انشطه اللعب لكسب المال. فالحته دي مش مفهومه قوي يعني انا هاخد 50% يعني هكمل في البوت بعد كده يعني. فانا مش فاهم الحته دي كويس، يعني انت بتعمل الحركه دي عشان اكمل في البوت الخمس شهور الجايين؟ هي ماشي، دي ممكن تكون حركه ذكيه منهم عشان ما حدش يعتزل البوت، لكن مش 50% قليل شويه؟ مش عارف والله، لكن من كلامهم ان سعر عملتهم هتبقى قويه جدا، يعني حتى لو 50% الواحد برضه هيعمل مبلغ محترم. فيا ريت على الاقل الواحد يعمل منه مبلغ محترم عشان يكمل على الاقل في البوت، عشان طبعا 5 شهور كتير جدا، ده غير طبعا الدراسه جايه وناس عندها انشغالات، فربنا يسهل. ودي بالنسبه للاسئله اللي روكا نزلتها. يا رب اكون وضحت لكم كل الاسئله، ولو في اي حاجه مش فاهمها يا ريت تكلمني على التليجرام، هتلاقي اليوزر نيم بتاعي في الرساله المثبته على الجروب. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك وتنورني في جروب التليجرام، انا قلت لك في الاول وقلت لك في الاخر. اشوفكم على خير الفيديو القادم.